عايزك تفكك بقى من تحدي الاوزان وتحدي البتنجان وخدهم مني كلمتين ينفعوك. لو انت بتتمرن من غير ما تعرف اقصى وزن تقدر تشيله وتجيب بيه عده واحده بس، يبقى انت كده بتتمرن بعشوائيه. النهارده هقول لك ازاي تحسب ال1 ار ام بتاعك من غير ما تعرض نفسك للاصابه. يعني ايه اصلا ال1 ار ام او ال1 ريبيتيشن ماكس؟ ده اقصى وزن تقدر انك انت تشيله وتجيب بيه عده واحده بس بتكنيك مظبوط. يبقى خد بالك انا كده معايا شرطين، الشرط الاولاني ان اجيب بيه عده واحده بس، والشرط الثاني ان التكنيك بتاعي يكون مظبوط. طيب ليه باكد على الشرطين دولت؟ هتعرف في اخر الفيديو. طيب ليه مهم ان انا اعرف ال1 ريبيتيشن ماكس بتاعي؟ لان ده ببساطه المرجع اللي احنا بنحدد عليه البرنامج التدريبي بتاعنا. يعني لو هدف حضرتك ضخامه عضليه غير اللي هدفه تحمل عضلي، غير اللي هدفه قوه، غير اللي عايز اعاده تاهيل. قلت قبل كده كذا مره ان كلنا مختلفين عن بعض وبالتالي اهدافنا مختلفه عن بعض. نيجي بقى للسؤال المهم، هو ازاي احسب ال1 ار ام بتاعي او ال1 ريبيتيشن ماكس؟ الحقيقه ان في طريقتين تحسب بيهم ال1 ار ام. الطريقه الاولى وهي طريقه للمتقدمين، والطريقه الثانيه للمبتدئين. هنتكلم دلوقتي على الطريقه الاولى اللي هي طريقه المتقدمين. والله الموضوع بكل بساطه، اختار اي تمرين انت بتخش، هتقعد تحمل في الوزن وتزود الاوزان بتاعتك لغايه ما توصل للوزن اللي بتجيب بيه عده واحده بس بتكنيك مظبوط، وبكده يبقى ده هو ال1 ار ام او ال1 ريبيتيشن ماكس بتاعك. بس زي ما قلت دي طريقه للمتقدمين. طيب ليه؟ عشان خاطر ما تعرضش نفسك لخطر الاصابه. الطريقه الثانيه وهي للمبتدئين، وانا شخصيا بعتبرها الطريقه الاذكى، وهي معادله بنستخدمها في الفتنس. المعادله دي بنتوقع من خلالها اقصى وزن انك انت تقدر تشيله كام من غير ما نقعد نحمل في الاوزان ونزود خطر الاصابه. وعشان خاطر تقدر تحسب المعادله دي انت محتاج حاجتين اتنين تعرفهم، وهو وزنك وعدد العدات اللي بتقدر تجيبه بالوزن ده. هتختار وزن تجيب بيه من 3 ل 10 عدات. خلاص حط الوزن في دماغك بقى وحط عدد العدات برضه في دماغك. تعالى نحسب بقى مع بعض ال1 ار ام. الاله الحاسبه بقى بتاعتك ومعايا. ال1 ار ام بيساوي الوزن اللي انت بتشيله واحد زائد، هتفتح قوس كبير، عدد العدات اللي انت جبتها في نقطه 0 3 تلاتات. تحس رقم شركه اتصالات قوي. لما تحط الارقام دي في المعادله بتاعتك هيطلع لك رقم تقريبي، هو ده بالظبط ال1 ار ام بتاعك او ال1 ريبيتيشن ماكس. بس دايما خلي فيه مساحه كافيه في الرقم اللي هيطلع لك. تعالى بقى ناخد مع بعض مثال عملي على الموضوع ده. طيب ده مثال